السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل العيون التي لا تكتفي بالمشاهدة بل تبحث بين السطور خلف الصور وتغوص معنا في عمق التفاصيل، لكم أنتم أهل الدهشة، عشاق الحكايات الكبيرة وأبطال كل لحظة نرويها بحب. مرحبا بكم في أكت زوم، حيث لا نكتفي بالنقل بل نكشف الوجه الآخر من الحقيقة، نقرب الصورة، نسلط الضوء ونبحر فيما وراء الخبر. هنا لا نكتفي بما يقال بل نبحث عمن لم يقال. هنا لا نجامل الحدث بل نفتشه، نحلله ونصوغه لكم بقالب يستحق ذائقتكم إن كنتم تبحثون عن العمق وسط زحمة السطحيات. وإن كان لديكم شغف بأن تفهموا لا أن تستهلكوا فقط، فأنتم في المكان الصحيح. في أكت زوم، حيث الحقيقة تروى بعدسة مختلفة. في لحظة لم تكن مسجلة على خرائط التوقعات، وبينما كانت ورش البناء لا تزال تصدر ضجيجها كأنها تعزف سيمفونية المجد، حل ضيف ثقيل الظل في ميزان كرة القدم، خفيف الخطى على أرض الملاعب. جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. هل كان يعلم تماما ما ينتظره؟ هل كان على دراية بأن خطواته فوق أرض الرباط لن تكون مجرد جولة بروتوكولية بل لحظة انبهار خالص؟ وهل تخيل ولو للحظة أن ملعبا قيد الإنجاز قد يخطف منه كلمات الإعجاب قبل أن تكتمل هندسته؟ الرباط لم تكن كغيرها من المدن، كانت وما زالت مرآة مشروع دولة قررت أن تحول الكرة من لعبة إلى رسالة، ومن ملعب إلى معمار يخاطب المستقبل. حين اقترب موكب إنفانتينو من أسوار المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، لم تكن الجدران هي ما لفت نظره أولاً، بل تلك الحركة النشطة التي تشبه حركة خلية نحل، تلك الأيدي المغربية التي ترتب القطع المعدنية وكأنها تبني سفينة فضائية. أيمكن لملعب أن يحمل هذه الرؤية؟ هل ما نراه مجرد منشأة رياضية أم معجزة هندسية تنجز بسباق الزمن؟ نزل إنفانتينو وتقدم. لم يكن يرافقه فقط مسؤولون مغاربة بل رافقته نظرات الدهشة. كان يقلب عينيه بين الهياكل المعدنية التي تعلو فوق الأرض، كما لو أنها تنتزع الفضاء لتعيد رسمه على مقاس الطموح المغربي. كم من مرة توقف، كم من مرة ابتسم، وكيف نفسر تلك الكلمات التي نطق بها دون تصنع؟ ما يحدث هنا يتجاوز حدود التنظيم، إنه إعلان عن ولادة إفريقيا جديدة من قلب المغرب. في أعماق هذه الزيارة كانت الرسائل مشفرة لمن يجيد القراءة خلف الصور. لم يكن رئيس الفيفا يتفقد ملعبا فقط، بل كان يتحقق من صدقية المشروع الذي وعد به المغرب، تنظيم يليق بالقارة وملاعب تقارع نظيراتها في أوروبا. فهل كانت زيارته تفتيشية فعلا أم إقرارا مبكرا بالنجاح؟ وهل يمكن لمسؤول بهذا الوزن أن يندهش؟ نعم، إذا كان المشهد أمامه أشبه بحلم يتحقق على عين المكان. لكن لحظة، هل الدهشة وحدها تكفي؟ هل يكفي أن يعبر رئيس الفيفا عن إعجابه ليطمئن الشارع الكروي المغربي؟ أم أن التحدي الحقيقي ما زال قائما في التفاصيل، في اختبار الجاهزية التامة، في التنقل، في التنظيم، في ضبط الإيقاع على كل المستويات؟ الزيارة وإن بدت قصيرة في مدتها كانت طويلة الأثر، لأنها لم تكشف فقط عن تطور المنشآت بل عرت نظرة العالم نحو المغرب. لم يعد ينظر إليه كبلد يشارك فقط في المسابقات، بل كقوة إفريقية صاعدة تعيد تعريف معايير التنظيم والريادة. ربما لم يكن ملعب الرباط قد انتهى بعد، لكن ما رآه إنفانتينو كان كافيا ليدرك أن شيئا استثنائيا يبنى هنا، ليس حجرا فوق حجر فقط، بل حلما فوق حلم، وتصميما فوق توقع. المغرب لا يجهز ملاعبه فحسب، بل يجهز لحظة فاصلة في تاريخ الكرة الإفريقية. فهل سيكون عام 2025 هو عام المفاجأة الكبرى؟ وهل سنشهد نسخة من كأس إفريقيا لا تقارن بسابقاتها؟ كل المؤشرات تقول نعم، إن صمد الحلم في وجه الزمن، وإن ظلت الأيادي تشتغل بنفس الحماسة، فإنفانتينو لن يكون أول المنبهرين ولن يكون آخرهم.
الواضح أن الزيارة تركت أثراً لا فقط في دفتر الملاحظات بل في الأعماق. فمن الرباط انطلقت رسالة غير معلنة: هذا بلد لا يجهز نفسه فقط للكان 2025 بل يحضر لمكانة دائمة في المشهد الكروي العالمي، وهذا ملعب لا يشيد لاستضافة مباريات فقط بل ليروى عنه، ليزار، ليصبح مرجعاً. فهل العالم مستعد لأن يرى إفريقيا تعيد تعريف نفسها؟ وهل يدرك الجميع أن زمن الاستضافة التقليدية انتهى وأن ما يبنى في المغرب هو بداية عصر جديد؟ أسئلة تفرض نفسها بعد نظرات إنفانتينو، بعد ابتسامته، وبعد صمته الذي قال كل شيء. المغرب لا يقنع بالكلمات بل يدهش بالصورة. والرباط هذه المرة لم تنتظر أن تكتمل لتبهر، بل أبهرت وهي لا تزال تبني.